5 صفقات محتملة في الميركاتو الشتوي 2025. الصفقة الأولى الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي أرنولد. يحلم جمهور ريال مدريد بالتعاقد معه، أو خاصة بعد غياب أفضل ظهير أيمن في العالم داني كارفاخال بسبب الإصابة وعدم تقديم فاسكيز العروض المتوقعة منه. آخر الأخبار تقول أن ليفربول الإنجليزي رفض عرض ريال مدريد حسب صحيفة التايمز البريطانية، لكن آخر تقارير صحفية تؤكد أن ريال مدريد لم ييأس ويحاول أن يتعاقد مع أرنولد بأي وسيلة قبل نهاية هذا الشهر. الصفقة الثانية المتوقع لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد جيمارايس. اللاعب البرازيلي صاحب 28 عام. مانشستر سيتي يحاول للتعاقد معه لتعزيز خط وسطه، خاصة بعد غياب أفضل لاعب ارتكاز في العالم رودري بسبب الإصابة. مانشستر سيتي يحاول أن يعيد قلقه، يحاول أن يستعيد سمعته، خاصة بعد التراجع الرهيب في أدائه، التراجع الرهيب أيضا في نتائجه. الصفقة الثالثة وهي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كولو مواني، حيث يسعى نادي تشيلسي اللندني إلى التعاقد معه عزيز هجومي. الصفقة الرابعة وهي ماركو أسينسيو، اللاعب الإسباني جناح أيمن باريس سان جيرمان الذي يسعى نادي جوفنتوس الإيطالي للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي. الصفقة الخامسة وهي داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا، لاعب برشلونة. إذا لم يستطع برشلونة حتى تسجيل هذا الفيديو من تسجيله الأعمال داني أولمو، أكد أن داني أولمو لن ينتقل إلى نادي آخر حتى لو لم يتم تسجيل اللاعب، إلا أن داني أولمو يبقى من الصفقات المحتملة في الميركاتو الشتوي إن أراد الانتقال إلى نادي آخر في حال لم يتم تسجيله في نادي برشلونة. هناك عدة أندية إنجليزية تسعى للتعاقد مع داني أولمو: مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، توتنهام، تشيلسي. أيضا هناك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للتعاقد أيضا مع داني أولمو. بايرن ميونخ الألماني يسعى كذلك.